تخيل الصحراء اللي قدامك دي اللي كلها رمل، تلاقي فجأة سمكة بتزحف فوقيها. سبحان الله، سمكة ماشية على الرمل، دي حاجة غريبة. السمكة الغريبة دي اسمها سمكة السلور الصحراوي، عايشة في صحراء في البرازيل، والمفاجأة دي أكتر صحراء الدنيا بتمطر فيها في العالم. في موسم الأمطار المية بتتجمع بين الكثبان الرملية والمكان كله بيتحول لآلاف البحيرات، بس أول ما موسم الجفاف يبدأ المية كلها بتتبخر والأرض بتتحول لجحيم رملي. وقتها السمكة دي بتحس بخطر فبتدفن نفسها تحت الرملة. طبعا الفترة دي جفاف وما بتاكلش نهائي، وبتحمي جسمها بطبقة مخاط علشان تحافظ على رطوبتها. وأول ما المطر ينزل تاني على طول بتخرج من تحت الأرض وبتبدأ تزحف بكل قوتها علشان تلاقي المية. تخيل بتزحف على السطح اللي بتوصل درجة حرارته ل70 درجة مئوية. لكن سبحان الله السمكة دي متطورة جدا. سبحان الله، ربنا خلق لها قشور فوق جسمها بتحميها من السخونة والتآكل، وكمان بتساعدها تزحف بكفاءة عالية جدا فوق الرمل، وبتفضل بالطريقة دي لغاية ما توصل للبحيرة، واخيرا بتنقذ نفسها من الهلاك. ده مش بس صراع من اجل البقاء، ده عناد حي بيزحف في قلب الصحراء